السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله جايين نشوف مع بعض كده منهج كونكت بلس لجريد 4 وجريد 5 من كتاب المعاصر. طبعا السنه اللي فاتت كنا عارفين ان جريد 5 سنه 5 ما كانش نزل لهم كده كتاب شرح كامل، ولكن السنه دي المعاصر منزل كتاب شرح كامل لجريد 5. طب تعالوا الاول نبدا كده كونكت بلس لجريد 4، نشوف محتوى الكتاب بتاع منهج كونكت بلس. اولا هما كتابين، كتاب الكبير بتاع الشرح والكتاب الصغير. تعالوا نشوف كده اولا الكتاب الشرح ده كده منهج كونكت بلس. بصوا، هو اولا كده في الكتاب من قدام بيعرفكم الاول شكل الامتحان اللي بيجي لسنة رابعة، مش اسئلة الامتحان، يعني مش ده الامتحان اللي هيجي، ولكن شكل الاسئلة نفسها. بصوا معايا كده، ده كده شكل الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان، لأن خلاص من سنة رابعة بيبدأ يجي لهم امتحان كامل. طيب هبدأ ده كده المنهج بتاعي بتاع الترم الأول. قبل ما أبدأ المنهج هو عطيلي هنا صفحة جميلة كده بيعرفني ازاي ان انا اقدر اكون سنتنس او اكون جملة. بعد كده هيبدأ يدخل في المنهج. اوكي، بصوا طريقة عرض الكلمات عاملة ازاي، ومقسمني البودي سيستمز حلو جدا. اوكي، شايفين ده كده الكلمات، وهيديني اسئله على lesson 1، اسئله شامله بقى. اوكي، وكده عندي lesson 2. بصوا معايا، وهنا عندي شرح الجرامر مكتوب حلو قوي، انا شفته في الكتاب. انا دايما بهتم بالجرامر، ولكن لقيت ان شرح الجرامر مكتوب حلو قوي. بصوا كده lesson 3، هنمشي معاكم واحده واحده. هنا هيبدا يشرح البريزنت سامبل. اوكي كده شرح الجرامر كامل، هيديني بقى اسئله عليه. بصوا، طيب دخلت في ليسون 4. انا عايزه اوصل معاكم لنهايه يونت 1 عشان اوريكم ان في النهايه خالص بعد ما بيخلص اليونت، اوكي، بيديني ده كده الامبورتنت توبكس. بالنسبه ليونت 1 هو بيديني امتحانين كاملين. هنا عندي تيست 1، ده كده امتحان كامل على يونت 1. بعد كده عندي تيست 2، ده كده امتحان تاني كامل على يونت 1. بعد كده هيبدأ يدخل في شرح يونت 2. اوكي، طيب في اخر الكتاب من ورا في الكتاب الكبير بتاع الشرح ده كده جزء الليسننج. اوكي، وعندي كده اسئلة الباراجراف دي برضو متجاوب عليها في الكتاب من ورا. يبقى ده كده ايه، ده كتاب الشرح الكبير. تعالوا نشوفوا الكتاب الصغير، حلو جدا جدا جدا. هلاقي اول حاجة بتدوروا عليها الديكتيشن، حفظ الكلمات. شايفين لكل يونت في ديكتيشن، كل ده كده ديكتيشن. هنا عندي يونت 3، وهنا عندي جزء الرايتنج. اوكي، وهنا عندي يونت 4. بصوا كل ده كده برضو بيتكلم على الرايتنج، وهنا عندي الديكتيشن على يونت 6. اوكي، وهلاقيه بقى عامل حاجة حلوة قوي عايزة اوريها لكم، شفتها، ده برضو جزء الليسننج. اوكي، وبرضو ده هنا عندي الليسننج، كل ده في الكتاب الصغير. اوكي، وهلاقي تلخيص لاهم الكلمات اللي كانت موجودة، وهلاقيه بعد كده عامل ايه بقى. بصوا، عامل ملخص للجرامر. يعني مثلا الجرامر اللي كان موجود في يونت 1 كان عبارة عن ايه، هيديني كده ملخص ليه. بعد كده شايفين هيديني جزء اسئلة تحت. اوكي، وده برضو جزء الجرامر اللي موجود في يونت 2. هيشرحوا كده يعني زي ملخص كده، هيلم بيه الدنيا. كل يونت هيقول لي ايه اهم الجرامر اللي كان موجود فيه، بعد كده يديني عليه اسئلة. خلصنا؟ لا طبعا، هنيجي لحاجة جديدة وحلوة جدا 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 عجبتني في الكتاب. في الاخر خالص عندي حاجة بقى اسمها امتحانات المحافظات. اوكي، يعني انتوا بتقولوا احنا مش عارفين شكل الامتحان بيجي ازاي. لا، هو هنا بقى مديني شكل الامتحان بتاع المحافظات السنة اللي فاتت. دي محافظة اسكندرية. اوكي، شايفين؟ تعالوا نشوفوا عندي كام محافظة كده. 11 13 الأقصر. عندي 15 امتحان ل15 محافظة،
وفي الاخر هلاقي عندي جزء الليسننج موجود في الكتاب من ورا. الكتاب ده حلو قوي، عجبني قوي. فيه بص هو كبير مش صغير، يعني هو 95 صفحة، يعني مش صغير. ده بالنسبة لكونكت بلس لجريد 4. جريد 5 نفس القصة برضو، نفس الترتيب بتاع جريد 4. هلاقي في الاول برضو بيعرفهم بشكل الامتحان او شكل الاسئلة بتبقى عاملة ازاي، مع تغير طبعا الاسئلة. هو الجزء ده كده. بعد كده هنا برضو بيراجع معاهم ازاي يكتبوا جملة بطريقة صحيحة. هيبدأ يخش في المنهج. تعالوا نشوفوا كده عرض الكلمات. اوكي، وهنا عندي الدرس، عندي الليسننج وعندي الريدنج. برضو كل لسن اوكي هلاقي بعديه اسئلة، كل لسن هلاقي بعديه اسئلة. ولو في جرامر اوكي هنا عندي جزء جرامر بعديه برضو اسئلة، وهكذا. وبعد كل يونت هلاقي جايب لي امتحانين، تيست 1 وتيست 2. طيب الكتاب الصغير هو نفس نمط الكتاب بتاع جريد 4. هلاقي في الاول كده نشوف برضو مع بعض، هلاقيه بيهتم بجزء الديكتيشن، حفظ الكلمات. اوكي، وبعديها برضو هلاقي الجرامر ملخص كده. هنا عندي الليسننج، هو مدربهم على كل انواع الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. هنا ملخص لي اهم الكلمات، وبعد كده مش ملخصها بس، ده كمان مديك بعديها اسئلة. طيب هيبدأ هنا في اللانجوج، هنا هيبدأ في شرح الجرامر. اوكي، كل جرامر كده هيديني بعديه، بصوا هنا مديني كده جزء اسئلة. اوكي، وفي الاخر زي ما تعودنا بعد ما بيخلص تلخيص الجرامر والاسئلة عليه، بيجيب لي امتحانات المحافظات. وبعد امتحانات المحافظات في الاخر خالص هلاقي جزء الليسننج. ده كده كان بالنسبة لشكل الكتاب بتاع منهج كونكت بلس لجريد 4 وجريد 5 في كتاب المعاصر. واستنوني في فيديو جديد وكتاب جديد.